مرحبا. اجت الشتوية وبردانين وجاي على بالنا ناكل شي أكلة تدفينا. جبت لكم وصفة كيك خلال نص ساعة رح تاكلوه سخن ومعه صوص شوكولا غير شكل. شوفوا شو هاش. يلا نبدأ بالمقادير. بدنا كوب ونص طحين، وربع كوب كاكاو، وكوب سكر، رشة ملح، وكيس بيكنج باودر او كيك شيف كتير منيح مشان يخلي الكيك حلوة، وظرف فانيليا، وبدنا نقلبهم شوي. وهلا حنحط نص كوب مي ونص كوب حليب، ممكن تخليهم كوب حليب او كوب مي، بس انا حبيت احط نص ونص. وبدنا تلت كوب من الزيت النباتي، ومعلقة معلقة خل مشان الخل حيخليه هش. وهذا هو القوام اللي احنا بدنا اياه. رح ندهن الصينية اللي حنحط فيها الكيك، ونصب الكيك ونفوته على الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 170. وبس يطلع بدنا نثقبه هيك، وبعدين نسقيه بربع كوب من الحليب. وهلا بقى حنعمل صوص الشوكولا الرهيب اللي شايفينه قدامكم هاد. بدنا نص كوب سكر، ونص كوب حليب، ومعلقتين كاكاو خام، ونخلطن. وننزل نص كوب من الزيت هيك سرسوب من فوق لحد ما يتقل معانا القوام. وما رح تتخيلوا الطعم رهيب، يعني انا بس دقته دوقة ما عاد قدرت، قعدت اكله بالمعلقة هيك. كتير طيب عن جد. شايفين شو سهلة الوصفة غير شكل يعني. اقتصادية وطيبة ولذيذة. بس هيك. صحة وألف هنا. باي باي.